السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة أنا بس مقطع سريع ما أبغى أطلع فيه، لكن بتكلم اللي يبغى يطلب مهلة 90 يوم اللي هي 3 شهور، عشان ما يتوقف حسابه البنكي إذا عليهم خرافات. يطلب مهلة 3 شهور ما يتوقف حسابه، يبقى 3 شهور ما يتوقف الحساب إلين يسدد المخالفات اللي عليه. الطريقة الحين بحطها لكم، حلو؟ طبقوها. وإذا ما عن طريق التطبيق اللي في الجوال ما ضبط معكم، خشوا عن طريق اللابتوب، متصفح اللابتوب. ادخلوا عن طريق المتصفح حق اللابتوب وطبقوا نفس الرسالة اللي أنا بحطها الحين، نفس الكلام اللي بحطه طبقوه. إذا ما ضبط معكم في تطبيق الجوال، خشوا عن طريق اللابتوب واطلب مهلة 3 شهور، يصير حسابك ما يتوقف البنكي. 3 شهور معك مهلة، يعطونك مهلة 3 شهور إلين تسدد مخالفاتك، ما يخصمون حسابك البنكي أو يوقفون لك. فاللي ما يعرف الطريقة أنا بس حبيت أختصرها لكم، بس لأن في ناس يسألون عنها ولا يعرفون كيف طريقتها. فطريقتها هذه، إذا ما قبل معك عن طريق البرنامج، خش عن طريق اللابتوب، اكتب ابشر أفراد، وبعدين دخل رقمك، رقم الهوية والرقم السري حقك، ويجيك رمز التوثيق رسالة على جوالك اللي مربوط بابشر، تدخله. بعدين زي طبق الطريقة اللي في الرسالة بالضبط، تلقى مهلة 90 يوم اللي هي 3 شهور، اضغط عليها، سوي موافق، خلاص. وكذا انت حسابك حق البنك ما حد يقربه لمدة 3 شهور لين تسدد المخالفات. والله يعطيك العافية.